في عالم البورصة في لحظات بتشوف السوق فيها بيتحرك بشكل عشوائي، لكن الحقيقة إن في أنماط متكررة بتكشف لك نوايا السوق. واحد من أقوى الأنماط دي هو نموذج ال ABCD، ده يعتبر أول نموذج معانا في مدرسة الهارمونيك، وعشان تجيد المدرسة دي إجادة تامة لازم تجيد الشكل ده عن ظهر قلب. فأنا النهاردة جاي أشرح لك النموذج ده خطوة بخطوة وإزاي تستخدمه عشان تحدد فرص الدخول والخروج بكل ده. النموذج بيبدأ معايا من النقطة A، ودي بداية الحركة السعرية. فهنحدد أي بداية حركة. عندي هنا مثلا بداية حركة أو بداية موجة، ادي الاي بي. بعد ما يوصل السعر للنقطة بي مش بيكمل على طول، بالعكس بيبدأ يعمل تصحيح لحد ما يوصل للنقطة سي. وهنا بندخل أداة مهمة اللي شرحناها في الفيديو اللي فات، وهي الفيبوناتشي، عشان نحدد نقطة السي. ودي غالبا بتبقى ما بين نقطة 61.8 وال 68.6. تعالى نقيس نقطة السي. فهنا عندي نقطة السي اتكونت عند مستويات 61، ادي النقطة سي. طيب بعد ما حددنا النقطة الاي والبي والسي، عندي هنلاحظ هنا استكمال للموجة الغطة عند النقطة دي، ودي بتبقى غالبا عند مستويات ما بين ال 127 ومستويات ال 161. وعشان نحدد رسم المستويات دي هنعكس مستوى فيبوناتشي او هنعكس رسم فيبوناتشي. فعشان نحدد النقطة دي هنعكس رسم فيبوناتشي، يعني هنرسمه من النقطة B للنقطة A عشان نحدد النقطة دي. والنقطة دي زي ما قلت لكم بتبقى ما بين ال 127 او ال 161. فهنا عندي كان في ارتدادة قوية من ال 127، ودي عند نقطة الدي. عند نقطة الدي يعتبر الشكل اكتمل معايا، وهنا بتكون عندنا أقوى فرصة تداول، فيعتبر دي نقطة دخول. فتعالى نرسم الشكل الأول كشكل هارمونيك. ادي هنا عندي الاي بي، وادي التصحيح السي من النقطة الاي بي، وادي الدي. وهنا انا حددت الشكل خلاص، الاي والبي والسي والدي عندي اكتملوا، ونقطة الدي اكتملت عند مستوى 127. طب ازاي احدد اهداف الشكل؟ هرسم من السي للدي مستوى فيبوناتشي. اول هدف عندي هيبقى مستوى ال 23، تاني هدف عندي هيبقى مستويات ال 38، تالت هدف عندي هيبقى ال 50، وهمشي مع مستوى فيبوناتشي لحد ال 100. طيب اول ما يحقق لي مستوى ال 23 انا ممكن اتخارج. طب انا عايز اكمل في الصفقة عشان اخد منها اكبر مكسب. لما يوصل للمستوى 38 هحط الستوب لوس بتاعي عند نقطة الدخول. والله لو السعر كمل فانا مكمل معاه، ما كملش فانا ما خسرتش اي حاجة، بس انا بعمل كده عشان اضمن اكبر مكسب في السوق. خلينا عارفين القاعدة الاساسية ان السوق مش بالكم قد ما هو بالجودة. فحاول تنقي صفقاتك على قد ما تقدر بشكل قوي جدا. فهنا خلاص انا حددت مستوى ال 23 وال 38 كاول اهدافي. تاني اهدافي اول ما اجيب مستوى ال 38 احط نقطة الستوب لوس بتاعتي عند مستوى الدخول. فبحدد نقطة الستوب لوس بتاعي او وقف الخسارة عند ايه. هحاول اشوف اقرب دعم كان عنده السعر، فهنا كان عند ده الدعم بتاعي، وهبتدي احسب هل مستوى ال 38 كام نقطة؟ حوالي 18 نقطة. طب والستوب لوس بتاعي حوالي 18 نقطة، واحد لواحد مقبول لحد ما مقبول. فهبتدي اخش الصفقة، وقبل ما تخش الصفقة لازم تحسب الريسك تو ريورد بتاعك، يبقى على الاقل واحد لواحد، وكل ما زاد كل ما كان افضل. فانا هنا عندي نموذج ABCD شراء. طيب كده انا حددت الاهداف، حددت الستوب لوس بتاعي. تعال نشوف النموذج البيعي منه. بعد ما شرحنا الشكل الشرائي من ال ABCD، تعالى نشرح الشكل البيعي من ال ABCD. زي ما قلنا بنحاول ندور على موجة، وهنا لما كانت الشرائي هتبقى موجة هابطة، ففي البيعية هتبقى موجة صاعدة. انا عندي ادي الموجة الصاعدة ال AB، والتصحيح بتاعها هنرسم فيبوناتشي من ال A لل B عشان نجيب مستويات ال C. انا هنا عندي مستويات التصحيح كانت عند مستوى ال 78، فهرسم نقطة ال C زي ما قلنا عشان نحدد نقطة ال D. هعكس رسمة فيبوناتشي، بدل ما هرسم من ال A لل B هرسم من ال B لل A. وهنا تصحيح ال D كان عند مستوى ال 127، ادي التصحيح بتاع نقطة ال D. خلاص كده انا الشكل كمل معايا. ادي ال A B C D. عشان احدد الاهداف بتاعته هرسم مستوى فيبوناتشي من ال C لل D. وزي ما قلنا اول اهداف عندي هتبقى مستويات ال 23، تاني مستويات هتبقى ال 38 الى ان وصل لل 100%. طيب اول ما يوصل لمستوى ال 38 حط الستوب لوس بتاعي عند نقطة الدخول. طيب ازاي احدد الستوب لوس بتاعي؟ هحدد الستوب لوس عند اقرب مقاومة قبل
تكوين الشكل. انا عندي المقاومات هنا او مستوى مقاومات كويس، هحط الستوب لوس بتاعي عندي وهحسب الستوب لوس بتاعي. ادي نقطة الدخول، الستوب لوس بتاعي حوالي 51 نقطة. طيب والاول اهدافي 58 فمقبول، بالنسبة لتاني اهدافي تبقى مقبولة جدا كريسك ريورد ريشيو. كده انا خلصت الشكل. تعال نشوف حبة فنيات في الشكل. دايما اول حاجة لازم تفكر فيها، هل الريسك ريورد يستاهل ان انا اخش الصفقة ولا لا. لازم اقل حاجة تكون 1 ل1. مينفعش الريسك بتاعك تبقى بتريسك ب20 نقطة والهدف بتاعك 10 نقط، لا لازم يبقى على الاقل 10 ل10. كل ما زاد طبعا كل ما كان افضل، بس اقل حاجه لازم تقبل بيها هي ريسك ريورد ريشيو 1 ل1، او نسبه مخاطره لنسبه نجاح 1 ل1، ما تقلش ابدا عن النسبه دي. فتعالى نعمل كده ملخص لشكل ABCD. هنفترض عندي ان ده مستوى AB ودي عندي حركه هبط. اول ما يوصل نقطه البي لازم يعمل تصحيح. طيب التصحيح في ABCD المثالي عند مستويات اما ال61 او ال78، يعني يصحح من المستوى ده يا من المستوى ده. فخلاص هو صحح معايا من المستوى ال61، فده نقطة عندي LC. طب خلاص انا كده جبت مستوى تصحيح LC، عايز اجيب نقطة LG. هرسم مستوى فيبوناتشي من نقطة الB للA عشان اجيب مستويات LG. مستويات تصحيح LG عند مستوى ال127 او ال161. طب انا كمجتهد بفضل ايه؟ بفضل تصحيح عند مستوى ال161. كل ما كانت الموجة اعنف كل ما كانت احسن لك في التصحيح بتاعها. فانا دايما خلاص انسى مستوى ال127، انا مجرد شرحته لك كعلم ان هو مستويات ABCD ممكن صح عند ال127، بس انا كمجتهد هستثنى المستوى ده من دخولي كصفقات وهستنى يصحح عند مستوى 161. طيب خلاص بعد التصحيح ابتدي اخش الصفقة بتاعتي. خلاص كده الشكل كمل عندي، وده شكل شرائي ABCD شرائي. تعال نحدد نقطة LG. طيب عشان احدد الاعتاب بتاعتي هرسم من الC للD. اول الاعتاب بتاعتي تبقى مستوى 23، تاني اهدافي 38، لو كمل معايا المستوى ال50 يبقى تمام. طيب عشان اطمع اكتر، اول ما يوصل عند مستوى ال38 احط الستوب لوس بتاعي عند نقطة الدخول. طيب هحدد الستوب لوس بتاعي على اي اساس؟ هحاول اشوف اقرب دعم كان قبل الشكل ده واحط الستوب لوس بتاعي. طيب اقل ستوب لوس لازم اقبل بيه، فنفترض ان ده الستوب لوس بتاعي، فلازم يبقى على الاقل 1 ل1 الستوب لوس بتاعي. طب لو اقل من 1 ل1 مش هخش صفقه. اقل حاجه تقبل بيها 1 ل1. كل ما زاد طبعا كل ما كان افضل. فده يعتبر النموذج الشرائي للABCD. طب تعال نشوف النموذج البيعي. النموذج البيعي ادي الAB، ادي موجة الAB بتبقى موجة صاعدة. مستوى تصحيح LC عند ال61 او ال78. مستوى الزي احنا خلاص قلنا هنستنى مستويات ال161. بعد ما يوصل 161 هبتدي ارسم فيبوناتشي من السي للدي عشان يحدد مستويات الاهداف بتاعتي. اول هدف 23 و38. في نهاية الفيديو نموذج الABC مش مجرد خطوط، ده انعكاس طبيعي لحركة السوق. بيبقى عندنا اندفاع في الموجة، بعد كده تصحيح، بعد كده اندفاع. لو فهمت النمط ده وربطته بالفيبوناتشي هتكتشف ان ابسط الادوات ممكن تديك اقوى الفرص. لو حابب تشوف تطبيق عملي عن النموذج ده على شرط حقيقي قول لي في التعليقات وهنزل فيديو جديد بالتفاصيل.